أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم في القناة وهنكلمكم النهاردة عن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي. النهاردة الأهلي ما يستحقش التعادل، الخسارة إن الأهلي المفروض يخسر ويروح كمان. النهاردة قفشة ومحمد هاني ما يستحقوش يلعبوا في النادي الأهلي، مش يلعبوا أساسيين قدام فريق تقيل زي صن داونز. ولا خير في قفشه ولا خير في هاني ضيع ضربة جزاء، عرضيات بيرفع العرضيات كلها بره. طبعا بالنسبة ده بالنسبة لمحمد هاني. بالنسبة لقفشه، كورة سهلة في الشوط الأول بيضيعها بغرابة شديدة، وأي لمسة بأي كورة من قفشه بتتقطع منه. مفيش في الأهلي غير مروان عطية اللي كان نجم مباراة، وعلي معلول ساهم في صناعة الهدف الأول، هدف التعادل على هدف عبد المنعم. وطبعا حسين الشحات اللي أحرز الهدف الثاني، حفظ ماء الوجه علشان الاهلي يطلع متعادل 2-2 مع فريق صن داونز الجنوب افريقي. وكده فرص الاهلي تتضاءل في الصعود للدور القادم والتأهل من دور المجموعات. والاهلي فلنة الاهلي تقيلة على قفشة وهاني. اما بيرسي تاون المفروض يلعب اخر ربع ساعة في المباراة بس. محمد طاهر نازل يعمل ايه؟ نازل يكسر في لعيبه سان داونز. وكهربا نزل عمل ايه؟ نزل ما عملش حاجه. مفيش غير ماتش فرحانين بيه كهربا عشان بيخلص قدام الزمالك. واداؤه قدام الفرق الافريقيه الثقيله زي الزفت. شكرا.